خلي بالك انه انا لو زودت النسب عن احتياجي حتى لو الاكل صحي بزيد في الوزن، لو ثبته باحتياجي بثبت في الوزن، لو انا قللته بنقص. خلاص. طبعا في ناس عندها مشاكل صحية، بيبقى عندها نقص فيتامين، بيبقى عندها مشاكل، فالوزن بيثبت او بيفضل يزيد، ودي احنا بنعالجها مع بعض بطرق كتير قوي حسب كل كيس. لكن في العام لو انت الجسم تمام وقادر ان انت تمشي لوحدك انطلق. فانا بديك شوية تبس كده عشان تساعدك في الدايت بلان ازاي تمشي بصورة صحية. يبقى كده احنا وصلنا لغاية الغدا. خد نسبة بقوليات مع نشويات وحبة سلطة حلوين او خضار كده، دي وجبة متكاملة فيها كل العناصر الغذائية. ممكن بعدها تاخد فاكهة او ما تاخدش، برضو ده حسب الدايت بلان بتاعك. وفي العشاء برضو ممكن تاخد نسبة بقوليات مع نسبة نشويات مع السلطة أو الفاكهة اللي انت تاخدها. كده أنا حاولت إن أنا أدخل في كل وجبة من الوجبات نسبة بروتين، نسبة نشويات وخضار، وعندي الفاكهة بتاعتي.